اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم سومة في البيت البسيط. والنهارده بقى هنعمل فيديو جديد كله نشاط وحيويه. انا بصراحه كنت في البدايه كسلانه خالص ونايمه تحت البطانيه ومش عايزه اقوم، بس قلت لا، الدنيا بقى تتكركب عليا. طب وليه؟ يلا قومي بسرعه وتنشطي. قمت بسرعه، حطيت شويه غسيل في الغساله وبدات اجيب قماشتي ومقشتي وابدا انفض البلكونه زي ما انتم شايفين كده. نفضت السور وبنفض الحيطان عشان هكنسها وكمان امسحها عشان لما انشر تبقى بلكونتي نضيفه. النهارده بقى هيبقى يعني يوم مليان حاجات كتير جدا. كملوا الفيديو للاخر لانه هتلاقوا فيه حاجات حلوه وهتستفادوا منها ان شاء الله. عايزه اقول لحبايب قلبي ان في ناس بتقول لي اولا وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يخليكم في حياتي دايما يا احلى عيله ويا احلى اخوات. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات بجد. اتمنى ما تنسونوش بقى باللايكات الحلوه من ايديكم، ربنا يكبر بخاطركم جميعا. بفرح قوي من اللايكات، يعني دوسه كده صغيره من ايدكم الحلوه مش هتاثر معاكم. يلا اللايكات الحلوه انزلوا حطوها اخر يعني اسفل الفيديو. وفي بقى يعني ناس متابعين قالوا لي احنا مش بيوصل لنا الاشعارات بتاعتك ليه؟ فانتوا عشان انتوا مش دايسين على الجرس. المفروض لما انتوا تدوسوا على الاشتراك بالاحمر، كلمة الاشتراك بالاحمر، هيطلع لكم جرس تدوسوا عليه كمان. لما تدوسوا عليه يجي لكم بقى اشعارات بكل فيديو وبكل حاجة انا بعملها جديدة تجي لكم على طول. فانتوا ناسين الجرس، فيلا بسرعة اوام اوام. الغوا الاشتراك وابداوا دوسوا اشتراك من اول وجديد وبعد كده دوسوا على الجرس عشان يجي لكم كل جديد يا حبايب قلبي. ودلوقتي انا خلصت ومسحت اهوت وبدات اجيب غسيلي وانشره. طبعا كتير قوي هيقول لي ايه يا سومه انت بتنشري ليه على السور؟ لان انا بصراحه لسه ما عنديش منشر، فعلى بال ما اجيب المنشر. بعد ما خلصت بقى انا كان عندي بطاطا، شايفين زي ما انتم شايفينها كده. البطاطا تجيبيها وسط، ما تجيبهاش تخينه، وتغسليها كويس قوي وتعين الراس من فوق ومن تحت، وحطيتها في الفرن من فوق ومن تحت عشان تتشوي. بعد كده بقى اول حاجه انتوا هتستفادوا منها اللي هي ايه؟ طبعا كله بيشتكي من بقعه الحبر، سواء بقى طلبه، سواء اولادنا في المدرسه، في الجامعه، حتى في الشغل. بقعه الجاف دي ما بتخلاش من البيوت. فانا دلوقتي زي ما انتم ما شايفين كده تجيبي بقى قماشه او تجيبي شراب قديم عندك وتحطيه تحت البقعه. ليه؟ عشان انا عايزه افصل الرجل اللي من فوق عن الرجل اللي تحت، عشان اي حاجه تطلع ما تاثرش على الرجل اللي من تحت. يبقى كده اتفقنا. هتجيبي اي حاجه عندك قديمه وتحطيها من تحت البقعه وتفصليها عن الطبق اللي تحت. بعد كده هتجيبي ايه يا حبايب قلبي؟ على فكره الطريقه دي حصريه، طريقتي انا بس، لان انا جربت طرق كتير جدا وطلعت فاشله، لكن الطريقه دي انا اخترعتها والحمد لله جابت نتيجه مدهشه، هتندهشوا معايا في الاخر. دلوقتي انا جايبه ده اسمه ملح ليمون. هتبداي تاخدي حبه كده حلوين وتفرجيهم على الخط بتاع القلم الجاف اللي محطوط. يبقى انت هتاخدي حبه حلوين كده من الملح الليمون ده، بتجيبيه من العطار وتحطي كده وتفرشيه على البقعه بتاعت القلم الجاف. بعد كده هتجيبي بقى ايه؟ ده صابون سايل، اي صابون سايل عندك. ده حتى الصابون السايل اللي هو يعني السايل، مش ازايز ولا اي حاجه خالص، بجيبه انا كده سايب من عند بتاع المنظفات. اهو بدات اخد حبه كده في الكوبايه بتاعتي وبدات انزل كده اهوت على الملح الليمون اهو. اديني غطيت الملح الليمون. تالت مكون معانا ايه بقى؟ البيكنج باودر او البيكنج صودا. البيكنج صودا ديت او اللي هي البيكنج باودر اللي بنحطه في الكيكه يعني. هتبداي تاخديه زي ما انت ما شايفه كده وتغطي على الصابون السائل اللي احنا كنا حاطينه اهو. طبعا كل دوت مغطي الخط بتاع القلم الجاف زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. خلاص انا كده حطيت هم دول الثلاث مكونات، انا مش هحط حاجه تاني خالص. ابدا بقى الم كده بنطلوني واسيبه بقى في مكانه كده. هنسيبه بتاع حوالي ساعتين لحد كده لما الخلطه دي تتفاعل مع القلم الجاف. وبعد كده انا خلصت بقى ايه البقعه، سبتها تتنقع. انا معايا بصراحه اسرع حاجه واسرع غدوه ايه؟ الممبار. بصراحه ما شاء الله بحشيه بسرعه جدا وبيخلص بسرعه وبتبقى اكله حلوه كده وجميله. انا كان عندي الممبار ده، دخلت دلوقتي غسلته ونقعته في ملح وليمون، في ملح وخل. سبته بتاع نص ساعه وبعد كده شطفته. وطبعا انا كان عندي كمان دمعه متسبكه في التلاجة بشويه رز بقى وخضره وحبه التوابل المحنتشه بتاعتنا دي، ورحت مقلبه مقلبه وبدات احشي في الممبار. بس وانا بحشي بقى عايزه اقول لكم حاجه يا حبايب قلبي.
واحده قالتها لي يعني وحكيتها لي وقالت لي بالله عليكي احكيها عشان الناس تاخد عظه. ف يعني بناء عنها انا هحكيها. اياكم 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 من بيت العيله. يعني اللي يجي لها عريس في بيت العيله ارجوكم من فضلكم قولوا لا. حتى لو بنتك سنها كبير، حتى لو انت شايفه ان بنتك هتعنس، حتى لو انت شايفه ان ما بيجيلهاش عرسان ودي فرصه، لا دي مش فرصه. لان بيت العيله ديت هم بيبقوا حلوين قوي قوي في البدايه. بعد كده اقسم بالله والله بيتحولوا، والله العظيم بيتحولوا فعلا بجد. مش فاهمه ليه. فبيت العيله بيبقى مش كويس. بيت العيله بيبقى كله مشاكل. كمان بتبقى الام متدخله جدا، على اساس ان هي كمان بيبقى معاها مفتاح الشقه. فوهي بقى البنت بتبقى مش موجوده، هي وجوزها بتطلع الشقه وتاخد اللي هي عايزه. البنت اكتشفت الحاجات دي ان هي كانت بتاخد سكر، بتاخد رز، بتاخد زيت. فبينه وبينكم يعني هي قالت مش مشكله، دي حاجات ابنها، تطلع وتاخد اللي هي عايزه، مش هتأثر معاها. بس اللي فرق بقى معاها ايه يا حبايب قلبي؟ ان يا ريت سكتت على كده. الا الام طلعت وسرقت ذهب من البنت. البنت كانت حاطه تحت هدومها ذهب. طلعت، انا بقول لكم الكلام ده فعلا حقيقي حصل واتحكى لي بالظبط. اتسرق الذهب بتاعها من تحت الهدوم. طبعا بقت مشكله كبيره جدا. وبقت البنت بتقول ان جوزها هو اللي سرق الذهب، هي واهله. وطبعا يعني مش هتقول لها بقى انت سرقتيني، يعني مش هتروح للحما وتقول لها ان انت سرقتيني. فيعني طب ليه؟ خلوهم بعاد. اللي حتى بيقول لك من خفف يعني منظار وخفف. يعني البعيد دوت بيبقى بصراحه معاملته احسن. يعني انت لو عندك عيل بره وعيل معاكي في البيت، لا اللي بره ده معاملته بتبقى احسن واحلى. وتبقى فيها كده يعني شوق وحلو، وكمان بتبقى البنت في حته والحما في حته. فطبعا بيبقى دوت منعا للمشاكل، فمش هيبقى فيه مشاكل خالص. فارجوكوا بلاش بيت العيله، لان دلوقتي اخرت حاجه ان البنت يعني انفصلت، لان ما تقدرش تقول لحماتها ان انت سرقتيني، وبقت معاها عيلين وراحت بيت اهلها. يبقى مش كانت تقعد عنس احسن؟ ولا ما ترجع بعيلين؟ ده مش كده وبس، لا وحماتها كمان بقت تدعي عليها. اياكي ودعوه الحما. انا بقول لك اهوت يا بنات، اياكوا ودعوه الحما. دعوه الحما دي بتبقى مستجابه قوي عند ربنا. ليه؟ لان انت امك كده كده انت ملزمه، وهي ملزمه انها تدعي لك. لكن الحما بتبقى غريبه عنك. فيا بختها يا بختها اللي حماتها تكون راضيه عنها وتدعي لها. الدعوة بتبقى مستجابة عند ربنا، لان دي واحدة غريبة وانت يعني عملتيها احسن معاملة فاضطرتيها انها تدعي لك، فبتبقى دعوتها اكبر واحسن من دعوة الام. فيا بنات اكسبوا دعوات حماتكم، ما تخلوش حماتكم تدعي عليكم. فانتوا ليه تخلوا بقى الحموات تدعوا عليهم بقى وتجيبوا للبت حاله نفسيه بقى، وتبقى يعني ليه احباط، وتجيبوا لها بقى السبحس، وتجيبوا لها بقى كل الامراض طب ليه من الاول؟ فاحنا دلوقتي بلاش بيت العيله ونتجوز بره احسن. وادينا خلصنا المنبار بتاعنا اوام اوام. المنبار العسل ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده سريعه وحلوه وجميله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. طبعا انا كنت حاطه الميه بتاعتي تسخن. اهم حاجه عشان الممبار بتاعك ما يفكش تكون الميه لازم بتغلي. وبدات احط بقى شويه ملح على حبه صغيره من الفلفل الاسمر، كم ورقه لورا على حبيتين من الحبهان، والميه اهي بدات تغلي. تبداي تاخدي بقى كل واحده كده حبايب قلبي وتبداي تسقطوها. بس تسقطوها ازاي بقى؟ بصي تضم ايدك الاتنين على بعض عشان البق يقفل وما يفتحش وما يطلعش الرز. واهم حاجه تكون الميه بتغلي. وبعد ما تخلصي بقى وتقفلي عليها، بصي هتسيبيها يا دوبك تاخد غلوتين. بصي انا ما بقلبش، مجرد ما تسقطيها ما تقلبيش في الاول، وتسيبيها على نار عاليه لمده بس غلوتين. والنصيحه بقى الحلوه عشان ما يفكش منك يا ست الكل، توطي. لما ياخد غلوتين توطي بقى، تخليه يستوي على نار هاديه، يطلع معاكي رز جميل، ومش يعني مش طالع رز ولا حاجه. والله اكبر بقى، ما شاء الله ما شاء الله على البطاطا بتاعتنا، طلعناها. شايفين الجمال؟ لما تجيبوا البطاطا يا جماعه حاولوا تجيبوا البطاطا الحمراء. بصوا جميله جميله ما شاء الله، الله اكبر. اتفضلوا معانا بطاطا، حاجه جميله. على فكره البطاطا دي حلوه قوي، كلها الياف ومشبعه ومغذيه، هاتوها ليكوا واولادكم طول الشتاء، وهرخيصه ومتوفره في الاسواق، حلوه قوي قوي قوي. بس ما تجيبيش التخينه وتقولي هشويها، لا هاتي الوسط، لا تجيب التخينه ولا الرفيعه. الوسط دي بتستوي بسرعه معاكي في الفرن وبتبقى عسل وجميله.
وهو مشبعة بردك لما تكون لسه ما عملتيش الاكل ولا حاجه، وانت تاخدي واحده تدي لاولادك بردك حلوه قوي، فما تقطعهاش من البيت واحنا في الشتاء دلوقتي ومتوفره وسعرها حلو. انا عايزه اقول لكم بقى حاجه، اللي هي في بيت العيله يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو هي مرت باي تجربه، عشان بردك غيرها يستفاد من التجربه وحبايبنا يعرفوا. ودلوقتي الممبار بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله استوى، بس انا لما باجي احمره بقى ما بحمرهوش في الزيت. بص بقى التكايه العسل دي انا بحطه في صينيه وبحطه في الفرن، وبقيد من فوق ومن تحت، وكل شويه كده بروح بردك اقلب في قلب الممبار، يعني مش بسيبه على الوضع ده، لا كل شويه اخد اللي فوق تحت يعني اظبطه كده واقلبه على الجوانب. لكن انت لو انت ما عندكيش من فوق ومن تحت يبقى تعمليه من فوق بس، وبردك تقلبي كل شويه كل شويه الجوانب. تعالوا بقى ايه نرجع للبقعه بتاعتنا. لما نشوف البقعه بتاعتنا حصل فيها ايه، اديني دلوقتي انا جبت قماشه وببدا ان انا بصوا بعين بس الخلطه اللي على البقعه. بصوا الجاف ما شاء الله والله بيطلع معايا، بس انت حاولي كل شويه بقى ايه قلبي في القماشه عشان ما يبقاش فيها جاف، يعني انت قلبي عشان تبقى القماشه نظيفه، لما يطلع الجاف ما يبقاش على مكان فيها جاف. بصوا ما شاء الله انا ما بدعكش خالص اهي، الجاف طلع اهوت ما شاء الله. هوريكم بصوا بصوا ما شاء الله، مش شايفين الخط كان الاول محطوط كده والتقيل الحبر الجاف. بصوا ما فيش اي حاجه، بس انا بردك هاخده على رجلي تاني وبعمل بقى ايه عكس اتجاه النسيج، يعني البنطلون لو بالطول انت دعكي بالعرض اهو، عكس الاتجاه بالعرض، يا دوبك بس هتديها دعكتين 2 3 بس اهو. بصي ومن غير مجهود كتير، ومن 3 مكونات بس وخلصنا البقعة. يلا يا واد ولا يهمك بقع يا واد واحنا هنطلع على طول. وادينا ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، الممبار بتاعنا طلع. انا نسيت اقول لكم في الاول ان انا دهنت الوش دهنه خفيفه كده من الزيت، وبدات احطه زي ما انتم ما شايفين كده. بصي ولا تقولي لي بقى ايه تحمير زيت، وطبعا الزيت غالي وطبعا هجيب كوليسترول وكمان صحي، لا الطريقه دي اعملوها واكتبوا لي في الكومنتات وادعوا لي. انا مش عايزه منكم بس الا الدعوه الحلوه في الكومنتات. يا رب يكرمكم ويسعدكم توصلوا لي الفيديو دوت ل 10000 لايك عشان يستفاد منه عدد كبير، لان ناس كتير جدا محتاجه تعمل الممبار بطريقه صحيه وكمان محتاجه بقعه الحب. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم واللايكات حبايب قلبي.